عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول ما عدا القوة الإلهية القاهرة ما فيش قوة في العالم اللي تقدر تضغط على الجزائر. شنو هو؟ وعاد تكون مصدق الشياكة اللي انت فيها دي، ده ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات ولازم تعيش على انك شحات. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. أولا من اللي جيت يا وجه الشر يا تبون يا وجه الشر، يا وجه البخس، يا وجه الرخص، انت وجه الشر. جبت لنا الوباء، الكورونا جات على جالك، الحراقه عادوا مليار في الساعه، البلاش الشر قاع نزل علينا. يا لطيف يا لطيف. وهذه ثاني من واحد الخباثه اللي راهم في البلاد، الشياتين العبيد اللي ما حبوش يخافوا ربي، مازالوا مازلتوا تشيتوا للعصابه، ما تحشموش، مازلتوا تشيتوا للعصابه وراكم تشوفوا المنكر. هذه هي الجزائر الجديده اللي راهم عايشين فيها. سبيطار ما كانش كيما الناس، وتجي يقول لي احسن منظومه في افريقيا وفي المغرب العربي. ليه تكذب يا تبون؟ علاش تكذب؟ راك تكذب علينا صح وتحبنا نحترمك وتقول لي ما تسبوش، راكم تنرفيوني. تفهم ايه؟ وانت لسه هتفهم؟ هو احنا فاهمين اصلا عشان نفهمك؟ ده ايه اللي احنا فيه ده؟ عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول أقول في كلمة واحدة: الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون. انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق فين؟ فوق مع الشهداء. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول أنا أعطيتكم كلمة شرف باللي ما نخلي حتى جزائري في المؤخرة. الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا عنطل من ابوك يا ابن الكلب. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول أنا منعت مثل ما قال طارق بن زياد: العدو نكون البحر وراكم. قال ممنوع الاستيراد. دبر راسك، ما تكلمني ما نكلمك. ما نبغيش قطرة تاع ايسونس تستورد البلاد. ورفدوا التحدي العمال تاع نفطال والعمال تاع كذا، رفدوا التحدي. السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده خباثه اللي راهم في البلاد، الشياتين العبيد اللي ما حبوش يخافوا ربي، مازلتوا تشيتوا للعصابه، ما تحشموش، مازلتوا تشيتوا للعصابه وراكم تشوفوا المنكر. هذه هي الجزائر الجديده اللي راهم عايشين فيها. سبيطار ما كانش كيما الناس، وتجي يقول لي احسن منظومه. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول وتأزمت الأمور كثير من يوم ما تونس استقبلت إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. ولما انت جاهش لا مؤاخذة بتشتغل في الخردة ليه؟ انت بالكتير قوي تشتغل في البرسيم عشان لو ما بعتوش تاكله. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر. نقسم لكم بالله العلي العظيم، اقسم بالله ده رئيس الانجليز. وقسما بالله العلي اللي نحكموا من يطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. كبير صغير متوسط دبر راسك. بنو شداد. اكيد سبحان الله. احنا الدولة الوحيدة حسب الأمم الوحيدة في العالم اللي فوق المعدل العالمي. اختي تجي واحد جوج من هذا ديالي هذا راه تقبط له. واحنا كذلك قوة افريقية. اعطي الباكية كلها اختي، اعطيها اعطي. ما تعطيش القرعة نتاع الدو هذيك ضربة واحدة. ايه يا جدعان
فيها ايه؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ قسما بالله ارتكب الجنايه. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول أنا توعدت والجيش راه جاهز. ومن بعد الصحراء الغربية تتحرر إن شاء الله. القلاوي هو شتيهم. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول احنا الدولة الوحيدة حزب الأمم الوحيدة في العالم اللي فوق المعدل العالمي. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. وجرايل الدنيا الناس كلها بقت تود، امال مين اللي هينضرب؟ باشا احنا طمعانين في وعطف علينا. المغرب ليست افضل منا وليست اغنى منا حتى يكون عند المغرب ملاعب مثل تضاهي ملعب البرنابيو او اقل منه شانا بقليل. تكنولوجيا البطاطا الناس ماهيش قادره تشريها، الماء ما كاش، يجيك خطره في السمانه تقول لي اراده شعبيه باش يبنوا استاد ب 600 مليون. انت عايز ايه؟ نعم انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني انت عايز. الأرقام التي نستخدمها الآن هذا 1 2 3 يعني نسمي 1 2 3 هذا نسميوه بعض يعني نعتبرها. هذه الأرقام أيضا تم اختراعها في بجاية. أول ما تم اختراعها في بجاية هذا مهم جدا، الآن كل العالم يستخدمها مخترعة في بجاية. يجهل تاريخ أمة عندها أكثر من 25 قرن. أيوة لا أتكلم ما قبل التسجيل. أيوة كده اتكلم. إحنا تاريخنا قبل المسيح وإحنا تاني تاني طلب تاني. الساعة الكبيرة اللي تتعلق في الحيط ولا يسميوها المكانة. هذا اسم جاي من اسم يسمى المنجانة. المنجانة ساعة خدمها مهندس جزائري اسمه ابن الفحام في القرن الثامن الهجري. هذا يقولوا له الزليل. Il a été découvert à Msila en 1720. Il nous appartient de droit. هذاك الوقت كي يسمعوا بين المغاربه جا واحد المروكي يهودي دخل له زين تاع سكيكدا وسرق لنا ان كارو. كي سرق لنا ان كارو داه المروك داروا ليميتاسيون والماركه قال لك باللي تاعنا. حنا ريبوندينا لهم ورينا لهم افيك دي بروف باللي نو il nous appartient de droit. هذا يقولوا له لو كارو. هذه يقولوا هذه الورده هذه فيها لو فار لا سينيفيكاسيون تاعها الجنه، وفيها لو بلون لا سينيفيكاسيون تاعها لا بي، الجنه والهنا. اسال سؤال واحد ممكن؟ لك انت سؤال واحد، انت جيت الدنيا هنا ازاي؟ انت جيت الدنيا ازاي؟ مثلا احدوس او الاحدوس المغاربه يقولون انه مغربي رغم انه موجود في الجزائر. حائط هذا اللي يندبوا فيه حائط المبكى هذا نتاعنا وقف جزائري. السور تاع البوراق اللي مسميينه حائط المبكى، حائط البوراق، تسمعوا ولا ما تسمعوش به؟ حائط البوراق بناه سيدي بومدين في حي المغاربه، حجره والحجره تاعنا. وين راهي الغيره؟ احنا وطنيين عندنا الغيره، نروح نحرر السور نجيب الحيط. الاسم الحقيقي لهذه المملكة هي مملكة مراكش، وحتى اليوم أنا قلتها بالفرنسية يسموها ماروك، بالإنجليزية موروكو، وبالبرتغالية مراكش. فإذا ما هيش مملكة مغربية، لأنهم حتى التسمية سرقوها. لأن لما نتكلموا عن المغرب نحن كلنا مغاربة، تونس، ليبيا، الجزائر، نحن مغاربة. يعني لماذا هذه المملكة تسرق منا تسمية المغرب؟
كتسرق منا سمية المغرب، كتسرق منا سمية المغرب، كتسرق منا سمية المغرب. معقول. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. دراسات تقول باللي اهل الكهف كانوا في هذيك المنطقه، ولكن علاه في هذيك المنطقه ما يذكروش الملك دقيوس وما عاشوش البطش تاعو باش يقولوه زعما هذه العباره. دونك كاينه غير هنا في الجزائر. على هذه كاين دراسات راهم يقوموا بها باحثون يقولوا باللي يعني اهل الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا، بالضبط في الجزائر. هو البي مش معاكم؟ لا مش معايا. مش معاكم مش مش معاك. انا ناقص يا اخويا. السلامة، كي عشيتو أني عاود جيت لكم بهذا اللباس القديم اللي كامل تعرفوه أفطان القاضي، ولا نقولوا له أفطان القاضي. هذا مخدوم في 1961. راكم متخيلين شحال قديم؟ الفايدة والحصول جيت نخدم لكم أحوال الطقس على قناة السامرة تيفي. الأجواء تاع العشية اللي ماشي تكون صافية. راكم تدخلوا لنا، راح لنا البارابول، راح لنا السينيال، ما راناش نشوفوا، ما راناش نلحقوا، رانا هنا باش نعاودوا لكم ونلبيو لكم كامل الطلبات تاعكم. يا ستار مباشر. هذا هو المباشر. تصرى راني اعطيتكم كلمة شرف باللي ما نخلي حتى جزائري في المؤخرة. احنا ما بنعملش رجالة قوي ودمنا يغلي قوي الا على الغلابة قوي. شوفي الجزائر اليوم صبحت تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم القيامة. دروك الأحداث العالمية ما تندارش بلا الجزائر. الجزائر اليوم حبة من حب وكريهة من كريه بالأرقام. الاقتصاد الثالث في افريقيا، troisième économie d'Afrique. وسوف تحرص الجزائر على بناء علاقات صداقة وتعاون مع كل دول العالم باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات دبلوماسية لأسباب موضوعية. تعرفوا شخصيا أنا واش عانيت في وقت العصابة. أحكي لكم ماشي نكتة ولكن سيتون أنكدوت حقيقية. إذن في آخر الاجتماع يتكلم مع وزير المالية، قال شوف فلان ما تنساش منين نكملوا الاجتماع أقصاها غدوة الصباح أعطيه 40 مليار دينار لأن العمال تاعو ما هم سالكين هذه شهرين. ما نذكرش اسمه لأن اسمه يلوث القاعة. هذا العام الجاي أنا نوعدكم بشيء بالنسبة للموسم المقبل، نصيب لكم ان سبونسور تاع صح اللي يتحمل الفريق. الجزائريين الحمد لله بينوا الشطاره نتاعهم في البطاطا. اليوم بالتقريب رانا عندنا اكتفاء ذاتي في الزريعه نتاع البطاطا做的基础。刚才您提到中国和阿尔及利亚在很多领域都展开了合作，然后非常有意思，我也找到了阿尔及利亚的货币迪纳尔，面值是500的。但是在这个500面值的货币上面，最让我们大家关注的是这个小的细节，有一个通信卫星，这也是阿尔及利亚的1号通信卫星。但是更重要的是，这也是中国跟阿尔及利亚在航空航天领域的第一个合作项目。那未来您对于跟中国在这个领域的合作有什么样的期待？ هو تطلعاتنا أن نشترك مع الصين. الصين اليوم دولة عظمى، دولة دخلت في غزو الفضاء، لها المحطة. أول ساتيليت بعثناه جزائري، الساتيليت في المدار نتاعو. نتمنى باش ندخلوا شركاء المهندسين الجزائريين باش يكونوا شركاء في شركة مختلطة للفضاء، لعلم الفضاء وللتطبيقات الفضائية، منهم الساتيليت، منهم حتى تكوين جزائريين للوصول إلى الفضاء إن شاء الله. هذا طموحنا. ما يعرفوش الجزائر، واحد يقول نعطوهم الدراهم، واحد يقول نعطوهم كذا، واحد نعطوهم. الجزائر ما تحتاج حتى إلا الله عز وجل وولادها. فاتوا الأصدقاء نتاعنا نضمهم ونحبوهم
واللي بغى يخاصمنا داك شغله، الله يسهل عليه. رانا قلنا وقلتها امام الساده القضاة وقلتها في كل اللقاءات العموميه ان اللي ما دارش في جيبه، ما عطاش لعائلته وولاده ولا اهله ولا العشيره نتاعو، تعتبر الشيء اللي داروا غلطه، والغلطه تتسوى وخلاص، ما هيش رشوه. البطاطا لحقت 150 دينار 160 دينار، عيب رئيس الجمهوريه يتكلم عن البطاطا. راكم عارفين الاراضي، عارفين واش لا مخزن، عارفين الطلب، عارفين كذا. سي يفو ريغولي المارشي. علاش تزيد؟ لان ماهوش الموسم تاعها، لان ما عندناش انتاج موسمي دروك. معليش تزيد 10 دينار 5 دينار 20 دينار، ما تصبحش من 66 دينار تطلع ل 150 160. لقاو الفرصه، بان لهم بلي الجزائر ضعفت والجزائر راها مشعبه والجزائر راهم يكرهوا بعضهم بعض ومستعدين للعنف ضد بعضهم بعض. الاتحاد الاوروبي وعلى يعني باعاز من نايب من دوله اللي استعمرتنا ومرمدتنا وهي اللي خلتنا في هذا الوضع، يطلبوا باش الاتحاد الاوروبي يتدخل. شوف احنا نصلحوا نصلحوا بيتنا بداتنا وحدنا، ما يصلحوا حتى واحد فينا، بصح خصنا نسمعوا لبعضنا بعض. رانا كاع معمرين، انا راني معمر اكثر منكم، مانيش باغي نهضر برك، لان انا عندي واجب تحفظ. انتوما تنجم تقول تنجم تدفك كيما بغيت، انا ما نقدرش، مي راني معمر اكثر منك. القلوب اهلا وسهلا اهلا وسهلا سي الرئيس. مرحبا وحشتك الله يحفظك لاباس عليك الله الصغار. مرحبا بكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة الأئمة ومشايخ الزوايا وأعيان المدينة أو ساكن المدينة كلها وعن أخوي نتشرف بتسليم هذا مفتاح المدينة إليك. الصاروخ ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام. كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي، يعني دولة فلسطين ومن بعد السلم مع المحتل. اليوم لا سلم لا أراضي ولا يحزنون. وعلاش نطبقها؟ احنا الدولة الوحيدة اللي تعافر مع الخبز ودنا تجي تعافر معي. احنا عندنا الدولة الوحيدة في العالم رغم الشيء اللي يقولوه، احنا الدولة الوحيدة اللي تعافر مع الخبز ودنا تجي تعافر معي. اليوم الجزائر عليه خطيرة لأن الجزائر ما عليهاش مديونية، ما عليها حتى دين في كل إفريقيا وشمال افريقيا. مستقله بمواقفها لان واحد ما يسالناش فرانك، اللي يسال يجي يخلص. اولا. ثانيا نظامها الاجتماعي مدستر ومقنن، بعض سموها شراء دماء، بعض سموها كذا، ولكن اليوم طب مجاني والتعليم مجاني والمواد الاساسيه مدعمه من الدوله إلى آخره. يعني كل الأمور هذه تسمح للمواطن بعيش كريم، ربما مش بالعيش اللي يطمح فيه. احنا ندافع بشراسة على مبادئ سياسية نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشرية اللي مبنية عليها البشرية، وما نتخلاش على الدول الضعيفة. هذا هو قضية الصحراء، قلنا قضية تصفية الاستعمار، ماهوش كره في أشقائنا المغاربة ولا الواقع. هذا هو ملف الصحراء الغربية مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة،
نهار اللي يفصلوا فيه الله يسهل عليهم. وتأزمت الأمور كثير من يوم ما تونس استقبلت إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية.